السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. والنهاردة زي ما انتوا شايفين كده هنعمل مع بعض الكوارع. هعرفك النهاردة طريقة تسوية الكوارع وازاي كمان تشتريها وتنضفيها وتخليها زي الفل وتاكليها كده بنفس. وكمان هقولك على طريقة التسوية السريعة من الألف للياء، وهخليها ما تاخدش وقت منك على النار. بس قبل ما نبدأ وصفتنا النهاردة، يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا مني كل ما هو جديد. وكمان يا ريت يدوس على زر اعجاب اللي تحت الفيديو علشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر قدر ممكن من المتابعين. وزي ما انتوا شايفين كده اول خطوه معايا ان انا بشتري الكوارع. بتروحي طبعا للجزار بتقولي له عايزه الكوارع، ويا ريت تكون الكوارع اللي هي الرجول الاماميه. بناخدها منه بتكون متنضفه كويس. طبعا بنشوفها اذا كان فيها اي شعر او اي حاجه كده طبعا بنكحتها برضو بالسكينه. اما في التنظيف زي ما انتوا شايفين كده انا جبت الكوارع بتاعتي وحطيت عليها معلقتين ملح، طبعا ميه ومعلقتين ملح، وعصرت ليمونتين زي ما انتوا شايفين كده، وكمان حطيت شوية دقيق وكمان حطيت عليهم خل، وهسيبها في الخلطة دي لمدة نص ساعة. طبعا الخلطة دي حلوة جدا علشان لغسيل الكوارع، علشان بتحوش اي زفارة واي ريحة مش حلوة او اي حاجة مش حلوة في الكوارع بتاعتي. طبعا هغسلها كويس وهسيبها في الوصفة دي نص ساعة. يبقى الوصفة دي عبارة عن ايه، او المية دي فيها ايه؟ المية دي عبارة عن مية زائد ليمون طبعا وخل وملح ودقيق، وطبعا بدعكها كويس وبغسلها وبتبقى زي الفل كده زي ما انت شايفاها. تبقى جميلة كده، وطبعا مفيش ريحة خالص ولا في شعر ولا في اي حاجة، تبقى جميلة كده زي ما انت شايفاها. طبعا هكون جايبة على النار عندي حلتين، الحلتين طبعا فيهم مية. ادي اول حلة وتاني حلة. طيب هتقولوا لي ليه بقى حلتين مية او ليه انا بقى عاملة 2 مية؟ الحلة الاولانية دي طبعا هحط فيها الكوارع بتاعتي، تاخد فيها بس غلوتين علشان تحوش اي حاجة مش كويسة او اي ريحة او اي زفارة او اي حاجة في الكوارع بتاعتي. وطبعا بعد ما تغلي كده غلوتين هتخلص من المية دي وهطلع الكوارع بتاعتي تبقى نظيفة وزي الفل، وهنقلها بقى على الحلة التانية. اهو زي ما انتوا شايفين اول حلة مية اهو خدت غلوتين الكوارع معايا. بدأ يظهر فيه ريمة اهو. ادي الحاجات دي هي اللي انا عايزة اتخلص منها، الريمة البيضة دي بتبقى مش كويسة، وكمان اهو هي مش مطلعة كتير علشان احنا طبعا غسلينها كويس جدا. اهو طفيت طبعا النار عليها. هبدأ بقى اتخلص من المية دي اخدها طبعا واحطها في الحلة التانية اللي انتوا شايفينها دي. طبعا حطيت فيها ورق لورا وطماطم وبصل وحبهان، وطبعا لو عندك عيدان قرفة. اهو بعد ما اتخلصت من المية اللي هي الاولى اللي في الحلة الاولى، بدأت احط الكوارع بتاعتي في الحلة التانية دي اللي هتكون الشوربة بتاعتي. طبعا كده الكوارع نظيفة وزي الفل وجميلة، وانا هحطها بقى في المية التانية في الحلة التانية اللي هي هتكون كده الشوربة بتاعتي. كده الشوربة هتكون جميلة ما فيهاش اي شوائب ولا اي حاجة مش نظيفة اهو كده زي ما انتوا شايفين. طيب انا حطيت ايه المعلقة دي اللي انا حطيتها؟ دي معلقة سكر. انا حطيت كده معلقة صغيرة سكر. ليه بقى معلقة السكر دي هتسرع لي عملية التسوية، وهبدأ بقى اغطي طبعا الكوارع بتاعتي واسيبها كده على النار، على نار هادية، اوطي النار بتاعتي واسيبها على نار هادية. في حلة تانية بقى على البوتاجاز هحط حتة سمنة، وهحط طبعا البصلة بتاعتي علشان هعمل تسبيكة كده حلوة جميلة للكوارع بتاعتي. زي ما انت شايفة كده جبت البصلة، ادي البصلة دبلت. هبدأ بقى انزل بمعلقة توم. التوم طبعا بيدي ريحة وطعم روعة جميلة كده. معلقة توم مفرومة، وهحط معلقة شطة ومعلقة معلقة فلفل اسود كده بياخدوا تحميصة كده مع بعض. واول ما اشم ريحة التوم كده بتطلع هنزل عليها بالطماطم بتاعتي، اكون ضربها في الخلاط وانزل عليها بالطماطم زي ما انتوا شايفين كده. اهو البصلة اتشوحت معايا
وطبعا التوم. طبعا نزلت عليهم بايه؟ بالطماطم. هقلبهم تقلبتين. طبعا هحط البهارات بتاعتي، هحط ملح، هحط فلفل، هحط شوية بهارات، وطبعا هحط معلقة صغيرة سكر، علشان دي معلقة السكر دي بتعادل حموضة الطماطم، بتدي طعم حلو خالص للطماطم بتاعتي. وادي سبت الكوارع بتاعتي بعد ما طبعا كنت مهدية عليها النار وسايباها طبعا تستوي. ادي استوت اهو، خدت مني بالظبط ساعة ونص. هي بتاخد وقت كبير، بس لازم تكوني مهدية النار، يعني في الاول تغلي النار على نار عالية، بعدين هتهدي النار بتاعتك. طبعا هنا الكوارع استوت جدا اهو، الشوكة داخلة فيها، جميلة جدا ما شاء الله. شايفين الشوربة بتاعتنا بيضة ونظيفة، مفيهاش اي شوائب. ده كله علشان الخطوة الأولانية اللي احنا عملناها، اللي احنا حطينا الكوارع بتاعتنا في حلة تاخد غلوتين كده، وكبينا طبعا المية، اتخلصنا من المية. طبعا بعد ما استوت الكوارع حطينا الفلفل الأسود، وحطينا الملح علشان نظبط ملح الشوربة بتاعتنا. كده خلصت الكوارع وطلعناها طبعا في الصينية. ودي التسبيكة بتاعتنا اللي احنا عملناها لوحديها في حلة منفصلة. جبت الكوارع بتاعتي طبعا حطيتها في صينية. انا طبعا ما خدتش الكمية كلها، اخدت جزء من كمية الكوارع، يعني كام واحدة كده علشان هعملها في الفرن. وطبعا سايبه الباقي في الشوربه، اللي طبعا اللي يحب ياكل من اللي هو في الفرن ياكل، واللي يحب ياكل اللي هو المسلوق اللي في الشوربه براحته. كده وهبدأ كده احط من التسبيكة بتاعتي الجميلة، تكون كده اتسبكت صح، خدت وقتها كده على النار واتسبكت صح. طبعا كده هاخد كده بالمغرفة وهحط عليها كده على الوش ومن تحت، وهبدأ احط الصينية الجميلة دي. والله طعمها روعة ولذيذة جدا، طعمها تحفة. هبدأ احطها على النار. طبعا هكون مولعة الفرن من تحت والشواية، وطبعا خدت وش كده من الشواية. بسم الله ما شاء الله، شايفين شكلها روعة. وادي كمان الشوربة بتاعتنا فاتحة وجميلة ونقية، ويعني تاكلها بنفس. طبعا حتى جزء من الكوارع علشان في عندي ولادي مش بيحبوا اللي هي بالصلصة، ممكن بياكلوها كده، واللي عايز ياكلها كده، واللي عايز ياكلها في الفرن. وبالهنا والشفا. شكلها جميل وريحتها تحفة وتفتح النفس ونظيفة، وعاملاها في البيت ومضمونة. ودي سر الكوارع بتاعتي من الألف للياء. يا رب أكون قدرت إن أنا أفيدكم في الفيديو ده، وتكونوا استفدتوا من الفيديو. ويا ريت الفيديو طبعا يستحق اللايك، يا ريت اللي محطش لايك يا ريت ايده على اللايك. وفي النهاية بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.